هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. فيديو النهارده هيكون رايي الشخصي في منتجات ميه سيرما اللي جربتها، وايه اللي عجبني وارشحهولك، وايه اللي ما عجبنيش تبعدي عنه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول حاجه هبدا بيها، ودي اكتر حاجه عجبتني بصراحه في منتجات ميه سيرما وارشحهولك بقوه، هو الهايلايتر بتاعهم. هو بصراحه حلو قوي، البيجمنت بتاعه عالي واللمعه بتاعته حلوه. هو 4 الوان، بيكون معاه مرايه، ودول الاربع الوان: الجولد روز جولد وسيلفر وروز. هوريكم دلوقتي البيجمنت بتاعه على ايدي. بصوا الالوان بتاعته قويه وكمان شكلها حلو، وممكن تعملي الميكس بين الاربع الوان كمان هيدوا شكل حلو قوي. سعره بيكون في حدود 90 جنيه 95 جنيه، فهرشحهولك. كمان عايزه اقولك ان منتجات ميه سيرما مصرحه من وزاره الصحه، فهي منتجات امنه جدا. ده كان اول حاجه عجبتني من ميه سيرما. تاني حاجه بقى هرشحهولك هو الليب جلوس بتاعهم، اللي هو الشكل ده. بصوا الباكج شكله حلو قوي، هو في منه 12 درجه. جبت ده جربه بصراحه عجبني، فجبت ده كمان. الاتنين حلوين جدا. اقول لكم دلوقتي ايه المميزات اللي فيهم اللي خلتني احبه كمان اجيب واحد منه تاني. اول حاجه الفرشه بتاعته حجمها كبير، فبتاخد كمية حلوة قوي من المنتج في الفرشة، فما بتحتاجيش تعيدي تاني على شفايفك او تاخدي كذا مرة من المنتج وتحطي. لا، هو مرة واحدة بتحطي على شفايفك كلها. اجرب لكم بقى دلوقتي اللون على الايد. بصوا اللون قوي ازاي، اللون قوي، وكمان اللمعة بتاعته حلوة جدا، ومش بيلزق على الشفايف ومش بيشقق الشفايف لانه فيه مرطب، وحجمه حلو 5.5 جرام. انا كمان جربته كبلاشر وعجبني برضو، لكن مش عارفه بصراحه طلع حبوب مع الاستمرار ولا لا. انا ما استمرتش عليه، جربته كذا مره بس، لكن عجبني برضو. كان سعره 50 جنيه، مش عارفه دلوقتي غالي ولا لا. وده درجته 201. هوريكم بقى الدرجه التانية منه. بصوا الدرجه التانية دي 210، فهو عجبني ورشحهولك برضو بقوه. انت كده بقى ارشحلك من مايت سينما، جربته وعجبني برضو. الاي شادو بتاعهم حلو قوي، البيجمنت بتاعه قوي. وهوريكم دلوقتي البالت دي انا كنت جايباها من فتره كبيره جدا، فمش عارفه هي لسه بتنزل منها ولا لا، لكن هم عملوا باليتس كتير قوي وكلها حلوه جدا وفيها الوان خطيره. في منها المط والجليتر والشمر. بصوا دي، هي دي فيها 25 لون. دول كده مط زي ما انتوا شايفين، مفهومش اي لمعه، ودول فيهم جليتر. البيجمنت بتاعه قوي، هوريكم برضو البيجمنت بتاعه. بصوا البيجمنت بتاعه حلو قوي، الالوان بتاعته قويه من اول مره، بيكون واضح جدا فوق العين، فعجبني. برضو رشحه لكم، في منه اشكال كتير قوي من البالتس يعني. السعر بقى انا مش عارفه السعر دلوقتي بقى كام، لكن اكيد الاسعار بتكون مختلفه حسب البالت اللي انت بتجيبيه. بعد كده بقى يا بنات، انا جربت منهم الماجيك ليب جلوس اللي هو بيكون شفاف وبعد كده بيقلب لونه بينكي على الشفايف. ده اللي شبه كيكو، وده اللي هو مكتوب عليه ماجيك. هو سعره بيكون اقل من 100 جنيه، مش عارفه كام بالظبط، لكن اقل من 100 جنيه. هو بيكون اول ما بتحطيه على شفايفك بيكون لونه شفاف، لكن بعد كده لما اللون او اللمعه بتتمسح بيقلب بينك. هجربه لكم برضو دلوقتي. ده اللي هو شبه كيكو. ده شكل الفرشه. بصوا، هو اول ما اتحط كان لونه شفاف، بس بعد كده لونه قلب بينك كده، خطير بصراحه. ده بقى اللي هو مكتوب عليه ماجيك. ده مختلف في ايه؟ شكل الفرشة بتاعته مختلف. هما الاتنين زي بعض بالظبط، لكن الاختلاف في شكل الفرشة. ده الفرشة بتاعته رفيعة،
فالتاني فرشته احسن اهو. ده الفرشة بتاعته رفيعة، فده الفرشة بتاعته احسن. هو فيه عيب بس بصراحة ما عجبنيش، ان ريحته مش حلوة، ريحته بصراحة وحشة، فده العيب الوحيد فيه، لكن كل حاجة تانية حلوة. جربت كمان المسكرة بتاعتهم اللي هي المسكرة العنكبوتية، ده شكلها. هقول لكم برضو العيوب بتاعتها والمميزات. ده شكل الفرشة بتاعتها، سنونها مش متساوية. هقول لكم بقى عيوبها ومميزاتها. اول حاجة مميزاتها ان هي بتطول الرموش جدا، يعني لو انت رموشك قصيرة هاتيها بتطول حلو قوي. كمان تكثيفها وسط، يعني تكثيفها قوي قوي ولا ضعيف، متوسطة مايلة قوية. طيب ايه بقى عيوبها؟ ان هي بتهبب، يعني لو انت حاطه اي شادو فوق عينك وجيتي مثلا تحطيها ممكن تهبب على الاي شادو، فخدي بالك وانت بتحطيها. فده بصراحه العيب بتاعها اللي ما عجبنيش. بصراحه ما جربتهاش في الصيف، مش عارفه بتسيح ولا لا، لكن انا مشيت تحت المطره وانا كنت حطاها ما مسحتش ولا هببت مني. بقى لما باجي بشيلها تحت الميه، بعمل رموش كده تحت الميه بتطلع كتل معايا، لا في منها باقي شويه كده ساعات بيهبب تحت العين. سعرها بيكون في حدود 100 جنيه، ودي كده مميزاتها وعيوبها اللي انا قلت لكم عليها. اخر حاجه بقى جربتها من ميه سينما وهو الروج بتاعهم اللي هو الميني الصغير ده. انا اقول لكم على عيوبه ومميزاته، ايه اللي عجبني فيه وايه اللي ما عجبنيش. اول حاجه هو حجمه ميني، فهو حلو جدا مناسب معاكي في الشنطه، مش هياخد اي مكان. تاني حاجه عجبتني فيه هو ريحته حلوه جدا. ده شكل الفرشه بتاعته، جايه بزاويه كده على الجنب عشان تعرفي تتحكمي وانتي بتحطيه. اللي معجبنيش بقى فيه ان هو بيأكسد شويه، يعني لونه بيغمق عن اللون اللي انتوا شايفينه ده، وكمان بيطبق على الشفايف. هوريكم الدرجه بقى على الايد. هو بصراحه درجاته كلها حلوه قوي. ده درجه رقم 210. بس لما بينشف اللون بيختلف كده شويه. تاني درجه بقى معايا، دي رقم 211. اخر درجه بقى الاحمر الحلو قوي ده، وده درجه 212. دي كانت عيوبه ومميزاته. هو بصراحه الوانه كلها حلوه جدا، ريحته كمان حلوة، لكن العيب فيه ان هو بيأكسد وبيطبق على الشفايف. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة.